عايز اقول لكم اللي عنده اب او ام موجودين لسه، يعني يبوس ايديهم ورجليهم ويعيش تحت جزمتهم. لازم تفهم ان ابوك وامك اللي انت قاعد طول النهار في الاوضه حابس نفسك وسايبهم بره في الصاله ومش مهتم ان انت تقعد معاهم، مش هتحس بقيمتهم غير لما تفقدهم. ربنا يبارك في اللي موجود ويرحم اللي رحل. لازم نفهم إن أبهاتنا وأمهاتنا هم دول مفتاح دخولنا للجنة، ومش هتحس بقيمة أبوك أو أمك غير لما تفقدهم، علشان هي دي سنة الحياة. فالواحد بيشوف ناس بتعامل أهاليها بطريقة سيئة جدا، وبيشوف ناس بتتعامل مع أمهاتهم أو أبهاتهم بطريقة غير لائقة بالمرة، ومش هيحس بقيمة أمه أو أبوه غير لما يفقدهم. ربنا يبارك في أعمارهم، بس دي سنة الحياة، وللأسف ما بنحسش بكده إلا بعد فوات الأوان. فياريت الناس تاخد بالها إن الأب والأم كنز لا يعوض، لا يعوض مهما حصل. فياريت الناس تتقي الله في أهلها وتعيشوا معاهم على قد ما تقدروا، وفروا وقت على قد ما تقدروا وتعيشوا معاهم. ما ينفعش ان احنا نزورهم مرة كل شهر ولا كل اسبوعين على اساس ان هم موجودين ومش واخدين بالنا ان الوقت هيسرقنا. الناس بقى اللي بتعامل اهاليها بطريقة سيئة، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. ربنا يرحم اللي توفوا ويبارك في اللي لسه عايشين.